الحاجات دي اللي هي اختارتها. بس انا قايله لك وحاجزه معاكي على الاساس ده ان انت هتعملي الحاجه اللي احنا قايلين عليها. خسارة فلوس أخويا فيكي، ده هيندم لو شافك. ده الكلام اللي قالته أخت العريس بعد ما مسكت العروسة وما بطلتش كلام على الميك اب بتاعها. قالت إنه سيء جدا وأخوها غلطان إنه ارتبط بواحدة زيها. إيه حكاية فيديو أخت العريس اللي فرجت الدنيا على عروسته؟ إزاي عروسته كانت هتسيب الفرح وتمشي من كلام أخته؟ كل ده وأكتر هتعرفوا معايا في الفيديو ده. السنة دي شكلها مش فايتة على خير، كل يوم والتاني يطلع ترند يتكلم على عروسة وعريس واخوات العريس واخوات العروسة، حكاوي من اللي تسد النفس. شوية اخت العريس تمسك في العروسة وتردح لها قدام الناس، وشوية برضو اخت العروسة تعمل كده. بس ما كانش في حد يتخيل ابدا ان سدة النفس توصل للي عملته اخت العريس في الفيديو ده. انتشر فيديو يا جماعة على الفيسبوك لاخت عريس ماسكة عروسته وهتك يا كلام في حقها وحق الميك اب بتاعها. قالت لها كلام من اللي يسد النفس حرفيا، انتقدتها على الفاضي والمليان، ما خلتش حته في الميك اب بتاعها غير لما اتكلمت عليه وقالت انه سيء جدا. على حسب اللي حصل في الفيديو وترتيب الاحداث بالظبط، فكان في عروسه عند بتاعه الميك اب بتجهز نفسها للفرح، بتعمل يعني شعرها وبتظبط ميك اب وكده يعني، ولاجل حظها السيء بقى دخلت عليها اخت العريس في الاخر خالص، وده بعد ما خلصت عمايل الميك اب. دخلت يعني تشوف وتعين عروسه اخوها شكلها هيبقى عامل ايه في الفرح، قال يعني تطمن عليها، ويا ريتها ما تطمنت. اخت العريس اول ما دخلت وشافت العروسه وحالها والميك اب اللي على وشها انصدمت خالص، عملت انها مصدومه من الميك اب اللي عليها، قال يعني مش عاجبها الميك اب خالص، لا شكله ولا الذوق بتاعه، شافت انه ذوق اي كلام وان فلوس اخوها بتاعت الميك اب راحت على الارض. طبعا العروسه اول ما سمعت الكلمتين دول وشها جاب الوان، وده من الصدمه لسانها تحس انه وقف شويه، ممكن تكون مش مستوعبه الكلام اللي قالته اخت العريس عليها، وده من الصدمه زعلت جدا. ده حتى البنت بتاعت الميك اب زعلت ان شغل ايديها حد وصفه انه سيء كده. حاولت تفهم اخت العريس ان الميك اب حلو وانه ذوق العروسه واختيارها ولايق عليها فعلا، هي شايفاها جميله، انما اخت العريس شايفاها العكس. لحد هنا والكل فهم ان اخت العريس فعلا انتقدت العروسه، بس في ناس من اللي شافوا الفيديو الاصلي قالك ان اللي حصل ده تمثيليه من الاتنين وحوار صورته علشان يطلعوا ترند، وان اخت العريس والعروسه اصلا صحاب والدنيا بينهم حلوه خالص، مفيش حد فيهم بيعمل حاجه غير بمشوره التاني، وان الميك اب نفسه مشوره اخت العريس، وانه بقى عجبها جدا وفرحانه في الحقيقه من جمال العروسه، وانها بعد التمثيليه اللي اتعملت دي حضنت العروسه جامد وفرحت معاها. انتم بقى ايه رايكم في الحكايه دي؟ هل اخت العريس فعلا انتقدت العروسه جامد للدرجه اللي كانت بسببها تسيب الفرح، ولا انتم رايكم انها فعلا تمثيليه من الاتنين؟ ما هو مش معقوله يا جماعه واحده برضو هتقول للعروسه كده ليله فرحها، صح ولا ايه؟ مستنيه رايكم في التعليقات.